طيب تعال نقول يعني ايه استضافه. استضافه خالص انت بتستضيف حد عندك في مكانك. تعال نقول ان في عماره مثلا فيها اكتر من دور، وكل حد بيجي بياخد جزء في العماره، فده اسمه استضافه. طيب احنا دلوقتي هنتكلم على الاستضافه، اتكلمنا كمثال. تعال نشوف بقى بالظبط ايه هي الاستضافه دي. ببساطه خالص هو جهاز كمبيوتر ولكن بامكانيات اعلى شويه. يعني عندنا الجهاز كمبيوتر بامكانيات اعلى، ده بيبقى موجود عند شركات الاستضافه اصلا. بتقدر ان هي تأجر جزء منه للمستخدمين. طيب المكونات بتاعته بتبقى السي بي يو عالي جدا، الرامات والاستورج والجي بي يو، كل دي مواصفات خاصه، ولكن طبعا تستحمل اعداد كبيره جدا اكتر من الكمبيوتر الشخصي. طيب ايه مميزاته، او معنى صح هو مميز ليه؟ ده متصل بالنت 24 ساعه في 7 ايام، ما بيفصلش خالص. طبعا بيوصل له اصلا النت سرعه عاليه جدا، مش الحاجات بتاعتنا الخفافه دي. تمام. طبعا في بالنسبه للفريق الصيانه، فريق صيانه مستمر معاه، ده لان هو كهرباء مستمره، مفيش حاجه بقى اسمها كهرباء تقطع والكلام ده كله. تمام. بالظبط زي كانه جهاز موبايل، جهاز لابتوب عندك، ولكن بامكانيات اعلى ومستمر من ناحيه الكهرباء ومن ناحيه النت. احنا اصلا مختارين نشتغل على ان ات ان. ان ات ان عندنا كذا حاجه. اول حاجه السيلف هوست، ان انت تستضيف ال ان ات ان على جهازك، الجهاز الشخصي بتاعك. ده طبعا بيستخدم حاجه اسمها نوت جي اس وحاجه اسمها دوكر، وطبعا دي شويه يعني فيها تعقيدات شويه، كل ده هنشرحه ان شاء الله، ولكن احنا هناخد نظره عامه عن الانواع اللي موجوده. تمام. مكلفه في الوقت، زائد ان هي مناسبه للبيانات الحساسه. يعني امتى اشتغل على سيلف هوست؟ لما اكون عندي بيانات حساسه مش عايز احطها عند حد بره، فبعمل ال ان ات ان سيلف هوست على جهازي. تمام. شويه مش مناسبه للمبتدئين عشان محتاجه شويه ايه فهم او خلفيه برمجيه شويه. طيب بالنسبه للكلاود طبعا الكلاود بيكون افضل، لانه اولا سهل في التعامل، ثانيا موجود اصلا على السيرفر بتاع شركه ان ات ان. شويه غالي، زائد ان هو سهوله التعامل مع الجيميل والاي بي اي والويب هوك والكلام ده كله هنعرفه ان شاء الله قدام. تمام. فهو سهل شويه على الناس اللي لسه بتبدا، ولو مش عايز اي مشاكل معاك تحصل معاك في البدايه وانت لسه بتتعلم، يبقى نخلينا على الكلاود. طيب شركات الاستضافه زي ايه؟ عندنا اكتر من شركه استضافه، زي هيستونجر، زي اللهم صل على محمد، زي ريلواي، زي ريندر، زي ديجيتال اوشن. كل دي منصات ان هي بتأجر لك استضافه وانت تحط عنها ان ات ان وتبدا تشتغل. تمام. ميزتها ان هي بالتعقيد اقل شويه من الكلاود، اكبر شويه من الكلاود سوري، يعني معقده شويه او مش معقده، يعني محتاجه شويه ايه اكتر من ستيبس يعني. تمام. وسهل التعامل مع ربط الكريدنشال بقى ايه كل التولز اللي موجوده. طيب ليه بحتاج الهوست وخاصة الكلاود؟ تمام. هقول لكم دلوقتي ازاي اصلا اعرف انا محتاج ايه، محتاج كلاود ولا سيلف هوست. اول حاجه الافيلابيلتي، ان هو يكون متاح 24 ساعه، يكون في سرعه نت مستقره، يكون ما فيش حاجه اسمها انقطاع عن التيار الكهربائي. تمام. طبعا ده الكلاود شويه بيكون مكلف. بالنسبه للتعامل مع، زائد سرعة النت تبقى عالية، تجنب تعطيل الموقع مع كثرة المستخدمين، تحميل بسرعة والصفحة التطبيق، إن إحنا يكون في سرعة في اللودينج، إن يشتغل بسرعة. تمام. طيب نيجي على الباك اب والسكيورتي. بيحميني طبعا من الاستضافة، بتتولى كل المشاكل الخاصة بهجمات البروتكشن زي الدوس والانجكشن والحاجات اللي هي خاصة بالهاكر دي، سيكوال انجكشن. تمام. بالنسبه للصيانه مش محتاج ان انت تشغل دماغك بموضوع الصيانه بتاع السيرفر. بالنسبه للتوسع سكيلابيلتي، سهوله ان انت تكبر المشروع بتاعك لاستيعاب المستخدمين. بتقدر ان انت لو محتاج تشتري موارد اكتر، تشتري مثلا تزود رام، تزود سي بي يو، تزود الكلام ده، تقدر ان انت تعمله. طبعا شويه صعب ومكلف مع السيرفر الثابت الداخلي. طبعا اقدر ان انا اكبر المشروع لاستيعاب اكبر عدد من المستخدمين، اقدر ان انا اشتري او ازود الموارد اللي عندي، سواء ازود رام، ازود سي بي يو، ازود الكلام ده كله. الكلام ده كله صعب ان هو يتعمل مع سيرفر داخلي اللي هو السيرفر. نيجي بقى نشوف امتى احتاج كلاود وامتى احتاج سيلف هوست. احتاج كلاود لو انا عندي حاجه عايز اطلع حاجه برودكشن، تمام،
وإن أنا يكون عندي بيانات حساسة فما ينفعش تبقى بره. يعني مثلا حاجة خاصة بمعلومات عسكرية، الكلام ده كله ده ما ينفعش يبقى بيانات تتحط بره، دي لازم تبقى سيلف هوست. تمام. في شركات، لأن في شركات طبعا بتبيع بيانات حاليا ما فيش حاجة اسمها خصوصية يعني في البيانات وكده. تمام. يبقى قلنا إن أنا هحتاج الكلاود لو أنا عايز سهولة في التعامل، عايز مش عايز مشاكل في البداية في التعقيدات، البيانات بتاعتي مش حساسة قوي، فما عنديش مشكلة إن أنا أحطها كلاود. أما أستخدم السيلف هوست في حالة إن أنا عندي بيانات حساسة مش هينفع تحط بره، شركة معينة مش عايزة بيانات تطلع بره فبتعمل سيلف هوست أو سيرفر داخلي. تمام. عندنا مصطلح بنسمعه دايما في الهوستنج اسمه في بي اس، هو فيرتشوال برايفت سيرفيس. هو ببساطة خالص مش سيرفر بحد ذاته، ولكن هو بيوهم المستخدم إن أنت ليك مكان وموارد معينة. فاكرين موضوع العمارة؟ أنت ليك دور كامل خاص بيه، بتستخدم فيه وتحط فيه اللي أنت عايزه. تمام؟ ده بس خالص موضوع ال VPS أو Virtual Private Server. في الحقيقة هو جزء منه فقط، مش بياخده كله، ولكن هو بيوهم المستخدم إن هو واخد جزء كبير جدا من السيرفر. تمام. طبعا على حسب الباقات اللي هي بتقدمها، زي مثلا هوستنجر هنبقى نتكلم عنها.